يا ريت يا مدام لما جوزك يكون جعان أو جوعان مش عايزاكي تقولي له طيب هروح أجيب لك تاكل، لأ غلط، مفيش حاجة اسمها كده، لغوها. مفيش حاجة اسمها أجيب لك تاكل وخلاص، لأ. مش بطة هو بنأكلها، لأ. كده أنتِ مش مهتمة بتفاصيله، مش فاهمة هو محتاج إيه أو بطنه عايزة إيه. لما جوزك حبيبك تاج راسك في رعونك يكون جعان هتعملي إيه؟ هنعمل الآتي: هتقيسي وحدة قياس نسبة الجوع عند فرعونك. هتقيسيها إزاي؟ كالآتي: هتسأليه حبيبي يا ترى إيه نسبة الجوع عندك يا حبيبي؟ ليه؟ هقولك ليه. لأن في 3 نسب بنقيس بيهم درجة الجوع عند الفرعون الصغير الكبير الراجل، بنقيس بيهم الراجل بس مش بنقيس بيهم حاجة تانية، وهما تحت ال50، عند ال50، فوق ال50. هشرح حالا عملي بالأمثلة. لنفترض مثلا إن نسبة الجوع عند جوزك أقل من 50%، فبيقولك أنا جعان أو احنا بنتكلم فيه 10% أو 20%. هنا هتروحي تجيبي له ساندوتش جبنة مع كوباية شاي أو شوية بقسماط، حاجة خفيفة كده تسد جوعه عشان ما تسديش نفسه قبل الغدا الوجبة الرئيسية.